ما لا يخبرك به التقويم عن توقيت الولادة؟ قالوا لك يلا نولدك في الأسبوع 39. طيب خليني أقول لك حاجة مهمة جدا، إن التاريخ لوحده ما بيحددش جاهزية الجسم للولادة. في الأسبوع 39 كتير من الستات بيتعرض عليهم التحفيز أو الطلق الصناعي، مش لأن في خطر ولا لأن البيبي مش بخير مثلا. في الحقيقة أحيانا القرار بيكون بس بسبب تنظيم المواعيد أو سياسة المستشفى أو سهولة الإدارة. بس خلي بالك إن الجداول والتنظيم مش سبب طبي يستدعي التدخل. طيب وصلتي للأسبوع 40، مهم جدا إنك تعرفي إن الموعد المتوقع للولادة مش تاريخ انتهاء صلاحية الحمل، هو مجرد موعد تقريبي تقديري مبني على متوسطات عالمية. والحقيقة إن نسبة قليلة جدا من الأطفال بيتولدوا في موعد ولادتهم بالظبط. الحمل الطبيعي بيكون ليه مدى طبيعي فسيولوجي مش تاريخ محدد على الكالندر. وبحلول الأسبوع 41 معظم الأجسام بتكون بدأت الولادة تلقائيا من غير طلق صناعي ومن غير تسرع أو استعجال. بس عطينا فرصة للجسم إنه يجهز وياخد وقته. ده مش كلام نظري، دي توصيات الكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد، بتقول إن في الحمل المنخفض الخطورة الانتظار بعد الأسبوع 40 مع المتابعة الجيدة هو خيار آمن ومبني على دلائل علمية. مش كل تأخير خطر ومش كل تدخل بيكون ضروري. أحيانا أفضل دعم للولادة هو إننا ندي للجسم وقته علشان يجهز. وخليكي دايما فاكرة إن الأم الفاهمة بتبقى واثقة وهادية.